اللي استفزني صراحة، والله يعني شيء مستفز، إن الحقير السافل غالب القاضي أمس يطلع ببث مباشر ويقول يعني أنا ما يهمني أي واحد، الحمد لله إني طلعت ترند. أوكي، أنا تزوجت البنت بعقد. طيب يا سربوت، يا ابن السربوت، أنت تزوجتها بعقد، كيف تزوجتها بعقد؟ وهذه مش أول بنت، يعني البنت الأولى حاولت إنك تزوجها وهي متزوجة، والبنت الثانية أخوها قتلها بسببك أنت، والبنت الثالثة رفضت تزوجك ودخلت لها يوم ما لا داخل البيت ضربتهم أنت وعصابتك، والبنت الرابعة أو العاشرة أو العشرين تزوجتها بعقد. استغليت ضعفها واستغليت حاجتها، يا شحات يا ابن الشحات، أنت جالس تشحت من المغتربين، وخاصة دائمين لك أصحاب أمريكا، من الحرام للحرام، يعني بكل وقاحة وبكل قلة أدب وبكل سفالة، ولا في وجه أبوه قلة حياء نهائيا، ولا في وجه أبوه حياء خالص. يطلع أمس ويتبجه من وراء أبوك أنت، من اللي لا يدعمك، كل أنت والعصابة حقك اللي لا يدعموك من ما كانوا بتطلعوا على السطح، لازم تطلعوا على السطح. أنت الآن غرمائك الشعب اليمني، مش البنات اللي أنت استغليتهم، المتبرعين. إذا في أبوكم شرف وكرامة بعد هذا الجرائم اللي سواها، هذا المفروض أنكم ما تدوا لأبوه ريال، لأن أي جريمة يرتكبها غالب القاضي أنتوا شركاء فيه، أنتوا شركاء معه في كل جريمة يرتكبها. قسما بالله قهرني، أقسم بالله أنه قهرني. يطلع بكل بجاحة وقال الحمد لله اللي طلع ترند. طلعت ترند على ايش؟ طلعت ترند انك سافل، انك منحط، انك شحات، انك سربوت. هذا الترند اللي انت طلعته، اللي خلوك تتنمر على الناس وتتكلم بكل وقاحة وقلة أدب. هم المغتربين اللي لا يجيبوا له عندك. أنت استغليت البنات المساكين. أنت كنت تدخل البيت بسلة غذائية وتتخير البنت اللي تريدها. أنت ما تزوجت صح، أنت كقانون على سنة الله ورسوله، لكن كيف طريقة الزواج؟ كيف استغليت البنت؟ أنت لا، أنت حتى زواج متعة ما نسميه زواج متعة، ولا نسميه زواج مسيار، ولا أنت هذا أنا أعتبره اغتصاب. قضية زواج غالب القاضي من هذا البنات نفس قضية اغتصاب الطفل جنات، لا يفرق شيء. البنات يعني البنت كانت تتصور وقت العقد حقها وهي تبكي. الشعب اليمني يشهد الله انكم محزم، يشهد الله انكم رجال واحد يحتزم فيكم. مثل هذا الآفات دقوا ابوه، ولا يفلت السربوت ابن السربوت. قال امس انه ما يهمه اي واحد، ما يهمه الشعب اليمني خالص نهائيا، ولا هو مهتم يوصل لمكانها الأصلي اللي خرج منها السجن. لما سجنته كانت حكيمة، عارفة إن هذا السربوت إنه بيطلع يسوي بلاوي. والله العظيم إني لا أعاقب نفسي كل يوم على إني وقفت معه أيام ما كان يبث فيديوهات من السجن ويتبكبك ويترحمه مثل النسوان. يعني واحد ممثل حتى في فيديوهاته مع الفقراء، ممثل درامي. شعب اليمني قال انكم محزم. دقوا ابوه، دقوا نجاة صاحب المغتصب الطفلة. اي قضية ما يقوموش الامن في اليمن بواجبهم، الشعب اليمني هو اللي بيلعن والديهم هم والامن حقهم. تحياتي.